السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم أحمد كمال في عن تجربة شخصية. النهاردة هنتكلم عن إزاي أواجه حملة تشويه السمعة والتشهير اللي هتعملها ليك النرجسية واللي هيعملها ليكي النرجسي. الحلقة دي بعنوان هيجوا يقهروكم هتقهروهم، وانقلب السحر على الساحر. طيب، خلينا ندخل في الموضوع على طول. أخي الفاضل وأختي الفاضلة، لازم تبقوا عارفين ان النرجسيين دول مجموعة من الاشرار المليانين بالحقد والحسد والغل والغيرة. كل اللي جواهم مشاعر سلبية. تعالوا نشوف المشايخ بتوعنا والجماعة السلف الصالح، والجماعة اللي احنا ماشيين على نهجهم وعلى رسالتهم في الاسلام وسننه ونوافله، كانوا بيتكلموا ازاي عن القصة دي. الشيخ الشعراوي قال لك: طالما ليس لك حاسد او حاقد فاعلم انك فاشل. دي مقولة الشيخ الشعراوي. يبقى انت لولا ان انت انسان مميز وانسان كويس ما كانش يبقى عندك نرجسي او نرجسية. طيب، نروح نشوف كمان الامام الشافعي قال ايه. قال: اذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من اجابته السكوت. فإن كلمته فرجت عنه، فإن كلمته فرجت عنه، وإن خليته كمدا يموت. المقولة بتاعة الشيخ الشعراوي بتقول لك إن أنت طالما ناجح ومميز هيبقى ليك حاسد وحاقد باصص عليك وعينه عليك. المقولة بتاعة الإمام الشافعي هي مقولة كاملة مكملة بتفهمك إن أحسن حاجة لحد حاقد حاسد عليك هو التجاهل التام. طيب، الأول عايزين نعرف هيحصل تقنية، ودي إحدى التقنيات بتاعتهم، تشويه السمعة والتشهير إمتى ومع مين؟ طيب، هي هتحصل مبدئيا من زوج نرجسي، من زوجة نرجسية، من أخ وأخت نرجسيين، من أم وأب نرجسيين، من ابن وابنة نرجسيين، من زمايل في العمل، من زمايل في العمل. تمام؟ هيشوهوا سمعتك ويحسنوا صورتهم عشان يفوزوا بالمعركة ضدك. عرفنا هتحصل الأول من مين زي ما قلنا. طيب، عايزين بقى نعرف مبدئيا كده، اي حد يصدق فيك حملة التشهير والتشويه السمعة المسعورة اللي هتحصل لك، يبقى ما يستاهلش اصلا انك كنت تكمل معاه. انا مش بتكلم على الطرف التاني، الزوج او الزوجة او لا، انا بتكلم عن الناس اللي حواليكم. اي حد مستني عليك الغلطة عشان يعرف اذا كنت انت كويس ولا لا، يبقى في مليون سلامة وتقفل الباب وراه وما تفكرش في الشخص ده تاني. انا شخصيا تعرضت لحملة تشويه سمعة مسعورة. خلاص، كنت بدعم حد، المهم الحد دوت الطرف التاني بتاعه النرجسي راح داخل عامل لي تشويه سمعة وي 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 على صفحتي الشخصية وعلى. طبعا انا مبدئيا عملت بلاغ في مباحث الانترنت. خلاص، وكنت هدخل اطراف تانية وكنت عامل مشاكل كبيرة جدا. دي اول حاجة. في ناس كنت انا بدعمهم بالفعل ودعمتهم وساعدتهم بدون، انا طبعا بندعم الناس كلها بدون اي مقابل خالص ولا مليم خالص من اي حد. فوجئت ان راجل، المشكلة انه راجل مش ست، صدق عليا ان انا كان حد من بلد وكده، وكنت انا مدعمه ومساعده ضد الطرف التاني بتاعه، كانت واحدة نرجسية. لقيته ان هو عامل لي بلوك وانا بساعده. يعني انا كنت بتصل بيه واقول له اعمل كذا وسوي كذا، وما بيكلمنيش من غير سبب، وعمل لي حظر على صفحته، وكأن انا مثلا لما هو يبعد ده مسك عليا بقى غلطة، ده انا انسان مش عارفة ايه. اقسم بالله العظيم 3، الراجل ده اقسم بالله انا ما عبرته نهائي.
يعني جيت اول مره اتصل بيه لقيته عامل لي حظر. طبعا كان اي حد بيعمل لي على الصفحه بتاعتي اللي هي الصفحه اللي هي عن تجربه شخصيه مع احمد بن كمال على الفيسبوك، اي حد يعمل لي لايك يخش يقول له ده كذا وكذا، ده بيعاكس زوجتي، وده عمل مش عارفه ايه، وانا اقسم بالله ولا في دماغي الكلام ده خالص. تجاهلت الشخص اللي انا ساعدته ده اللي كان من البلد ده، ومنعت، يعني منعت التعامل معاه تاني، اكنه هو شفاف بالنسبه لي. يعني انا احاول ان هو يرجع يكلمني تاني، الموضوع بالنسبه لي انتهى. طالما انت وطالما انت صدقتوا عليا حاجه وانا ما عملتهاش، في مليون سلامه، في مليون سلامه. اللي شاف مني حاجه وحشه يقول لي انا شفت منك حاجه وحشه، بنفسه وبصفته وبشخصه وعيني في عينه. لكن حد يسمع كلام من حد ويقوم هو واخد ضدي موقف بدون ما يحصل مني اي حاجه، ده مصلحه ليا كبيره جدا ان هو يبعد عني. اكبر مصلحه. خلاص ان هو بعد عني وراح في مليون سلامه. خلاص. ده انت بالعكس، ده انت كده ربنا بيحبك، انت كده ربنا بيعرفك حقيقه الناس اللي حواليك. فلما الناس دي تاخد عليك موقف ان انت سمعتك مش عارفه ايه، او ان انت انسان غير سوي، او ان انت انسان مش كويس، افهم كويس قوي ان ربنا بيكشف لك زي ما كشف لك غطا النرجسيه اللي معاك، وزي ما كشف لك غطا النرجسي اللي معاكي، ده ربنا كمان بيعرفك وبيعرفك حقيقه الناس اللي حواليك اللي عاملين حبايبك وهم مستنيين لك الغلطه. طيب عايزين نعرف الاول برضو من ضمن الحاجات اللي احنا عايزين نعرفها قبل ما نشوف ازاي هنواجه حملة تشويه السمعة والتشهير المسعورة دي، عايزين نعرف هم ليه بيعملوها. ليه النرجسيين والنرجسيات بيحاولوا ان هم يعملوا تقنية تشويه السمعة والتشهير اللي هم محترفينها؟ يلا بينا نروح نشوف. طيب هما بيعملوا حملة تشويه السمعة والتشهير دي لأنهم ابتدوا يفقدوا السيطرة عليكم. احنا اتكلمنا في الحلقة اللي فاتت الأربع حاجات اللي هيعملها معاكي النرجسي، والأربع حاجات اللي هتعملها معاك النرجسية وانت بتحاول ان انت تهرب منهم. طيب قلنا أول حاجة بيعملوا ايه عشان نفتكر مع بعض؟ هحط لكم الحلقة هنا اهو عشان تفتكروا معايا كويس. اول حاجه بيعمل لك تقنيه الشفط، وبعد كده شويه غضب نرجسي، وبعد كده يبتدي حمله تشويه سمعه وتشهير مسعوره، وبعد كده يبتدي يعمل معاكي اللي هو ايه اخر حاجه؟ الانتقام. ينتقم لان انت هربتي من فلكه وانت هربت من مدارها. تمام؟ طيب يبقى هم بيعملوا ده لانهم ابتدوا يفقدوا السيطره عليك ويفقدوا السيطره عليكي على ضحيتهم. ما انتوا ضحايا، سعادتك بقى اسمك ضحيه. فبيحشد الحشود وبيجمع الناس اللي حواليكي اللي هم كانوا بالنسبه لك قريبين منك وانت ما كنتيش شايفاهم كويس زي ما قلنا قبل كده، عشان يعني انا رايح احارب شخص وانا اصلا شخصيتي هشه ضعيفه من جوايا، وانا عارف نفسي من جوايا، انا عارف ان انا انسان غير سوي، انا عارف ان انا انسان ضعيف. فبعمل ايه؟ بحط قدام زي الشطرنج كده، زي التشيس، بحط قدامي عساكر وطابيه ووزير وفيل وبتاع وبلا ازرق. كل الناس دي يحشدهم عليكي ويحشدهم عليك، ويبقى حاطك كده زنقك في زي الراجل الملاكم كده لما بيزنق حد ويقعد يكله اللكمات ويلعب تحت الحزام، يضرب من ورا الحكم كده تحت الحزام، علشان خاطر ازاي ان انت هتبعد عنهم، ازاي قدرت تعمل كده، ازاي سبت الملك سيد الكل وست الكل، سبتهم ورمتهم وعرفت حقيقتهم كويس. طيب عايز برضو اقول لك على حاجة مهمة جدا، ودي خامس حاجة هنقولها. احنا اتكلمنا عن الموضوع دينيا، اتكلمنا عن الموضوع مين اللي هيعمل معاك الحملة ديت، اتكلمنا عن الموضوع ان انت نظرتك للناس دي ان ربنا كشف لك غطاهم، اتكلمنا عن الموضوع ازاي هم النرجسيين والنرجسيات بيحشدوا الحشود، بيعمل الموضوع ده ليه. اخر حاجة هنكلمكم عليها قبل ما نتكلم بقى على اللي انتم مستنيينه ازاي هنواجه حملة التشويه المسعورة دي، عايز اسألك سؤال. انت في الاول وفي الاخر
يهمك العباد ولا رب العباد؟ طبعا يهمك رب العباد. يا جماعة تذكروا جيدا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. تذكروا وجودكم في الحياة الدنيا دي إيه. انت موجود هنا، احنا سكننا أصلا كان في الجنة، ونزلنا لغلطة من النرجس الأعظم الشيطان، اللي قعد قعد يتلاعب بسيدنا آدم ويضحك عليه ويتلاعب بالكلام ويحلف له ويقول له صدقني أنا إني لك من الناصحين، عشان ياكل من الشجرة. لحد ما نزلنا الأرض دي نتعذب ونشوف الجانب الشرير في المجتمع بتاعنا، نشوف النرجسيين والنرجسيات. أنت يهمك رب العباد وليس العباد. صدقني أنا بنصح كده كل الشباب الجديد اللي راح يتجوز، بقول له اوعى تروح وتعمل فرح كبير وتعمل مش عارفه ايه وتعمل معازيم ايه وتجيب لهم اكل ايه، لانك مهما رحت ومهما عملت وكلفت نفسك في النهايه الناس كلها هتنتقدك ويتكلموا عليك ويتكلموا على عروستك، ويحسدوا عليكوا ويحقدوا عليكوا ويغلوا عليكوا ويوجهوا لكم الانتقادات والتنمر. بدل ما تعمل ده عشان يهمك الناس وانك تبسط الناس، ارضي رب الناس. اعمل زواج اسلامي ولا زواج في كنيسة واطلع انت وعروستك سافروا لكم اسبوع 10 ايام. يا ابني يا بنتي الجواز بيبقى اول شهر ولا شهرين، وبعد كده الحياة بتاخدكم بقى، بتبقى بالنسبة لك زوجتك دي اختك وزوجك ده بيبقى بالنسبة لك اخوكي وشريك حياتك اللي انتوا بتقعدوا مع بعض ويبقى همكم مصلحة واحدة ودنيا واحدة وماشيين في اتجاه واحد في مسيرة واحدة. فانت يهمك رب العباد مهما العباد قسوا عليك واتكلموا عنك. المهم انت منظرك ايه قدام رب العباد، وانت منظرك ايه قدام رب العباد. دي خامس حاجة بقولها لكم. تعالوا بقى نشوف ازاي هنواجه حملة التشويه المسعورة من النرجسيين والنرجسيات في خطوات عدة. موضوع الحلقة النهاردة، يلا بينا. رجعنا لكم مرة تانية عشان اقول لكم ازاي هنواجه موضوع الحلقة وهنتعامل مع تقنية تشويه السمعة والتشهير للسمعة والتشهير بيا. طيب لو الشخص ده غريب، لو هو مثلا البقال اللي جنب العمارة عندكم اللي كان يعرفك ويعرف زوجك النرجسي، او يعرفك ويعرف مراتك النرجسية، فده التجاهل التام. لو غريب تجاهله، هو حضرتك مش عارفه ايه كذا كذا كذا، ولا ترد عليه اصلا كانه ما اتكلمش. وممكن تضيف له جمله بسيطه: لو سمحت انا ما اقبلش حد يتكلم معايا في حاجه خاصه تخصني، شكرا عن اذنك. خلص الكلام. طيب لو زوج او زوجه او اب او ام، عندك طريقتين. الطريقه الاولى نظرية خليها مرة واحدة تشهير. اكتبوها عندكم بقى. النظرية الأولى خليها مرة واحدة تشهير. خلاص؟ طيب النظرية دي بتقول ايه؟ بصوا خلي بالكم ان انتوا لما حاجة بتتقال مسيئة، حاجة فيها قلة أدب، حاجة فيها قذارة واحنا نرددها ونقعد نصعد فيها ونشيرها ونزيط ونقول للناس ده قال لي كذا وعمل لي كذا، خلي بالك احنا عاوزين الراجل ده بيعمل عليك حملة تشويه سمعة وتشهير، والست دي بتعمل عليك حملة تشويه سمعة وتشهير. فاحنا عايزين نوقف الحملة دي. خلي الحملة دي تطلع مرة واحدة، يعني ما ترددهاش، ما تنقلهاش. خلي بالكم الموضوع ده صعب، الموضوع ده مش سهل. لان الطريقة دي مع انها يعني صعبة ان انت تكتم في نفسك وما تنقلش ده بيقول عليا كذا يا بابا، ده بتقول عليا كذا يا ماما، لكن انت الناس مع الوقت لما تلاقيك ان انت ما بتنقلش الكلام
وعارفين عاملين زي الجماعه بتوع الايه الرسومات المسيئه، لما ياخد ده يشيره وياخد ده يشيره وده ياخد يشير وده ياخد يشير وده ياخد يشير، يبتدي الموضوع يتعرف. ها، والقذر اللي عامل رسومات مسيئه للرسول صلى الله عليه وسلم ده يشتهر على قفانا، على قفا ان احنا بنردد الكلام والكاريكاتير والحاجات اللي هو بيعملها وبننقلها من حد لحد لحد اما الراجل ده يتشهر. فالمبدأ الاولاني خليها تبقى مرة واحدة بس، يبقى لو اتشهر بيك ما ترددش الكلام بتاعه عشان نوقد الحملة. دي اول طريقة. تاني هنسميها خليها مرة واحدة فقط تشهير. ما تحاولش تردد الكلام اللي بيقول عليكي، ما تردديش الكلام اللي بيقول عليكي النرجسي ده وتقعدي تقوليه لاصحابك والمعارفك، انت كده بتنشري. افتكري الناس بتوع الرسومات المسيئه ان انت بتنشري كلامه اكتر من مره. يبقى النظريه الاولانيه خليها مره واحده تشهير. طيب الطريقه الثانيه، دي هنسميها، اكتبوا معايا، وانقلب السحر على الساحر. ايه الطريقه دي؟ الطريقه الحلوه دي اسمها حتى حلو. بص يا ستي، هو جه بيقول لك انت ست قذره، انت ست بتكلمي رجاله، انت ست مش عارفه ايه، وهي جت تقول لك انت راجل بخيل، انت راجل بتاع ستات، انت راجل اي كلام. الرد يبقى هو كده، طالما انت شايف كده طب ما تسيبني، انت باقي عليا ليه؟ طالما انت شايفاني ان انا كده طب ما نتطلق. هو ده الرد. انت ترد كده على النرجسيه، وحضرتك يا هانم تردي كده على النرجسي. طب لو متطلقين، لو حضرتك متطلقه وحضرتك مطلق خلاص، وقال لك الكلام ده في التليفون، الكلام الرد هيبقى ايه؟ مبدئيا احتفظ برأيك ده لنفسك، خلاص، وانا ما اقبلش ان انت تتكلم معايا كده، ويستحسن ان احنا اصلا ما نتعاملش مع بعض اصلا، خلاص. وكله باسلوب الحجر الرمادي. يعني وانا بتكلم معاه كده، انت ست خاينه، انت كنت بتكلمي رجاله وانت معايا. لو سمحت من فضلك احتفظ برأيك ده لنفسك بمنتهى الهدوء، مش بقى ايه انا خاينه، انا مش عارفه ايه، مفيش الكلام ده، حجر رمادي، مفيش اي رياكشن. هو بيقول لك كده عشان يستفزك ويستنفذ طاقتك وياخد منك وقود سلبي. انت خلاص بقيتي واعيه، بقيتي مثقفه، بقيتي عارفه انت بتعملي ايه. هحط لكم هنا حلقه الحجر الرمادي عشان نسترجعها كويس ونعرف نرد ازاي على النرجسي والنرجسيه وهم بيحاولوا يشوهوا سمعتنا في التليفون بعد الطلاق. تمام؟ طيب يبقى دي الطريقه الثانيه، اسمها انقلب السحر على الساحر. بدل ما ياخد مننا هو وقود سلبي، احنا نخليه يفقد اعصابه ويطلع عن شعوره ويستنفذ طاقته. يطلع من المكالمه بتاعتنا بيعمل بينهج من كتر ما طاقته خلاص انتهت. طيب اوعى تفكر تبرر لها، اوعي تفكري ان انت تبرري له. انت كده لو حاولتي ان انت تبرري له وتدافعي عن نفسك، فين ده وانا ما عملتش كده وما تقولش عليا كده، ها، اوعي تصرخي وتعيطي وتقولي له حسبنا الله ونعم الوكيل، ربنا ينتقم منك. هو عايز ده. يبقى بمنتهى الهدوء، من فضلك احتفظ برأيك لنفسك، والحمد لله ان ربنا ريحك مني، مش انا ست خاينه، الحمد لله ان ربنا ريحك مني. احتفظ بقى رأيك ده لنفسك. احنا انفصلنا خلاص، مفيش بيني وبينك حاجه، انت بالنسبه لي راجل غريب، راجل اجنبي، وانا ما اقبلش ان انت تتكلم معايا كده. لو تطاولت تاني بالكلام هصدر لك حد من اهلي ومش هتعرف توصل لضفري. سلام. هو ده الكلام. لكن هنبرري وتصرخي هيزيد ويزيد، وهو عايز ده. تمام؟ طيب الطريقه الثالثه، احنا قلنا الطريقه الاولى عشان نفكر نفسنا بيها اسمها ايه؟ خليها مره واحده تشهير. اوكي؟ الطريقه الثانيه اسمها ايه؟ وانقلب السحر على الساحر. الطريقه الثالثه اسمها ايه؟ النجاح. عارفين نمبر 1؟ احنا عايزين بقى نبقى نمبر 1. انجحي وانجح، اوعى تفضل تبص وراك وواقف مكانك. خلي بالك الطريقه دي
تواجه تشويه السمعه والتشهير والحملات المسعوره اللي هعملها معاك؟ هاتولي واحد بس، واحد بس سمعته قذره وناجح، واحد. ازاي كان الناس حتى اللي كانوا بيتكلموا عليك وبيقولوا ازاي دي عملت كذا وجينا نكلمها تجاهلتنا وبتاع، هيقول لك ده احنا اكيد كنا غلطانين، احنا اكيد كنا غلطانين. الراجل اللي كنت بدعمه وصدق عليا واحد نرجسي راح قايل له مش عارف ايه عليا في 60 سلامه، لا ده انا بنجح وانا كويس وانا الحمد لله رب العالمين بعلى. والحمله المسعوره دي ما فرقتش معايا. يوم ما هو بقى يفكر يرجع لي تاني بعد ما صدق فيا، هقول له سوري، انا اسف، كان فيه وخلص، كنت معاك، واول حد جه قال لك عليا كلمتين وحشين حضرتك صدقتهم وعملت لي بلوك وقطعت معايا الاتصال وشلتني من صداقتك. وانت يا عم هو انا كنت نافعني بحاجه؟ انت كنت باخد منك حاجه؟ ده انت مستنفع بيا، انت مستنفع بالكلام معايا وبتستفيد مني وبتقول لي انت استاذي وانت الف سلامه. يبقى خلي بالك، مفيش حد في الدنيا كلها ناجح وسمعته قذره. يبقى النجاح ده اكبر رد على حملات تشويه السمعه والتشهير. تمام؟ هتلاقي كل الناس اللي صدقوا فيك ده راجعين لك، واحنا اسفين، واحنا ما كناش نقصد كده خالص، واحنا ما نعرفش ان ده كذا، اصل الكلام كان بيقولوا كذا. طب ما انتوا عارفين من الاول ان النرجسيين لازم يحط لك حته صدق كده يبرمها لك في الكذبه في الطعم ويقوم حارفهولك عشان انت تقوم لقطه. انت صدقت، دي مشكلتك. ان انا ارجعك تاني دي مشكلتي انا، وانا مش هقبل حاجه زي كده. تمام؟ طيب نخش على الطريقه الرابعه. ايه الطريقه الرابعه دي؟ التسجيل. لو شوهوا سمعتكم قدام اقرب الناس ليكم، سجلوا كل الحاجات اللي عملوها معاكم بالأدلة والبراهين علشان تقطعوا الشك واليقين امام اقرب الناس ليكم. ما هو هيروح ممكن يشوه سمعتك قدام اخوكي، قدام ولاد عمك، قدام باباكي ومامتك. ياخد حته كده من ياخد شابتر، يعمل سكرين شوت الشابتر من الرساله ويقوم محولها لهم، فيقولوا لك ما انت قلتي الكلام ده. ما يعرفوش بقى، سوري، انت قلتي الكلام ده لمين، امتى، في وقت ايه. فلازم سعادتك تبقى عندك ادله وبراهين على كذب هذا الشخص، بتسجيلاته، بصوته، بخياناته، عشان يعرفوا مين اللي كان بيخون، مين اللي كان سافل، مين اللي كان علاقاته قذره، مين اللي كان لما بتواجهيه بيشتمك بابوكي وامك من وراهم وهم، وبيجي قدامه يعمل بقى ان هو خافي بقى، يعمل ان هو الغلبان الطيب المتواضع. يبقى التسجيل، اسجل كل الكلام ده، اسجل كل الكلام ده عشان اواجه اهلي واقرب الناس ليا اللي صدقوا فيا ده بان انا في حاجات تانية اهي، انتوا في جانب تاني انتوا مش شايفينه اهو. اتفضلوا 1 2 3 4. يعني احنا هنعمل زي النرجسيين والنرجسيات ونعمل مراقبه احنا هنسجل ده لاننا خلاص في بدايه ان احنا عايزين نخرج ونمشي، فاحنا عارفين السيناريو من الحلقه اللي فاتت، راجعوها كويس هيعملوا معانا ايه. تمام. طيب اخر طريقه، الطريقه الخامسه، ولا اقول لكم قبل الاخيره. دايما بعد الطلاق، الطريقه دي اسمها ايه بقى؟ اسمها الشرطه في خدمه الشعب. لو واحد كنت متجوزاه نرجسي وطلقك، او لو واحده نرجسيه انت طلقتها، كل المكالمات اللي بينكم وبينهم، كل المكالمات تبقوا مسجلينها، تسجلوها، وانتوا بتسجلوها تقولوا لهم ايه، على فكره المكالمه دي انا مسجلاها عشان قله الادب دي والسفاله. وطالما، ونرجع تاني للكلمه اللي احنا قلناها، وطالما انت شايفني كده احتفظ بالكلام ده لنفسك. افتكروا ان احنا مش معنى ان احنا هنقول ان احنا نتعصب، هنقولها بكل هدوء. خلاص؟ كل المكالمات، كل رسائل الواتس،
كل رسائل الواتس. بس المكالمات تعرفوهم ان انتوا بتسجلوها، خلي بالكم. مش مكالمات كده وخلاص تسجلوا، لان مكالمات من غير ما تعرفوهم هتتاخد ضدكم مش ليكم. كل رسائل الواتس، كل رسائل الترو كولر، كل رسائل الفايبر اعمل منها سكرين شوت. وفي حاجه يا جماعه اسمها شرطه، في حاجه اسمها درع حامل الوطن داخليا، الشرطه. في حاجه اسمها مباحث انترنت يا جماعه، في حاجه اسمها مباحث انترنت في كل البلاد العربيه. مباحث الانترنت والقضايا الخاصه بالانترنت بالحاجات الواتس والفيس والتشهير السمعه كل ده موجود. هيجيبوه من الاي بي بتاعه، ومن انهي جهاز ومن انهي منطقه وبعتها امتى وقال ايه وفين وقدام مين، كل حاجه هيجيبوه وهيبقى عامل زي الفار المذعور اللي اتمسك في محل سوبر ماركت وكان فاكر ان البقال ما عندوش جبنه وهو عنده جبنه جوه. هيعرفوا ان انتوا معاكم الجبنه، ان انتوا اكنكم انتوا حطيتوا له الجبنه وخليتوه يقل ادبه عشان في النهايه يتسجن ويبقى كلب ذليل، وبدل ما هو بيقل ادبه هيعتذر ويجي يبوس جزمتك. اوعدك ان انت لو عملت كده هيروح يبوس جزمتك، واوعدك ان انت لو عملت كده الست دي مش هتقرب لك تاني ولا تشوه سمعتك. دي الطريقه الخامسه. اخر طريقه، الطريقه السادسه اسمها ايه؟ حذاري من القروض الطائره. حذاري من القروض الطائره. اي حد مشترك ما بين سعادتك وما بين النرجسيه، ما بين سعادتك وما بين النرجسي، بلوك كل الناس. كل الناس دي بلوك. الله، طب لو معرفه او قريب برضه بلوك. يا سلام، يعني انا اعمل بلوك لابن عمي؟ لو لقيته مره واحده بيكلمني في موضوع النرجسي ده وبيقول عليكي كذا وكذا وكذا وكذا، لو سمحت انا مضطر اعمل بلوك، لان انا مش عايز اجيب سيره البني ادم ده تاني. فانا عشان ما اخسركش هعمل بلوك شويه كده، وان شاء الله لو الامور كده اتصافت ولقيتك ما بتتكلمش في الموضوع ده في مناسبه او حاجه نرجع نتكلم مع بعض تاني عادي. شفتوا هتعملوا ايه معاهم؟ بس ده ابن عمي، مش مهم. انت مش عايزه تضغطي ويتضغط عليكي ويتضغط على قلبك ويتضغط عليكي داخليا، يجيلك كانسر بعد الشر ولا يجيلك حاجه. بتحذر الناس الاول. والله لو الناس دي استمروا بلوك خلاص، لو صدقت تقول له بقى للراجل اللي يتكلم عليكي ده كده، ابن عمك ابن عمتك ابن خالك، حتى صحابك معارفك، ما هو مش لازم يكلم قرايبك بس، زمايلك في الشغل. والله لو صدقت عليا ده او بلغتني تاني عنه اي حاجه، هضطر اسفا ان انا اعمل بلوك، حتى لو مديرك ومديرتك في الشغل. ما هو هيخش لكل الناس يشوه سمعتك، امال يحسسك؟ مش قلنا بيحشد الحشود ضدك؟ عرفتوا هتعملوا ايه مع النرجسيين والنرجسيات في حمله تشويه السمعه والتشهير؟ يا رب تكونوا عرفتوا، يا رب اكون ما طولتش عليكم بس انتوا تستاهلوا، عشان الموضوع ده بيتعب ناس كتيره جدا، ناس سمعتها طيبه، ناس عندها اخلاق، وبتضطر انها تقف تبرر مبرر ملوش اي لازمه، لان هم اقوى من ده، هم افضل من ده، هم احسن من ده، هم مش محتاجين يبرروا لحد. ما تبررش لحد مش مصدقك، ما تبررلوش. ارجو جميعا ان احنا نخش في الجروب مع لدعم الضحايا النرجسيه مع احمد بن كمال عن تجربه شخصيه. هتلاقوا كل الدعم، ده الكلام ده على الفيسبوك، هتلاقوا كل الدعم، هتلاقوا كل المشرفين والادمنز ناس زيكم تعافوا وبقوا اصبحوا داعمين، واصبحوا بيساعدوا كل الناس عشان يطلعوا وينجوا من مرض العصر النرجسيه. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. لو الحلقه عجبتكم يا ريت تعملوا سبسكرايب وتشيروا الحلقه وتفعلوا الجرس، تشاركوا في القناه، هيسعدني جدا ويشرفني. واسف مره تانية لو كنت طولت عليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.